والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفة رجالة. مبروك لمصر ولولادنا، الكل طاير من الفرحة ومصر لابسة لنا الطرحة. يا رب دايما من الفرحة ما تحرمناش، على قد ما يا رب تعبنا ما راحش على الفاضي تعبنا، وقفت جنبنا وكسبنا وما خسرناش. والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. يا رب تكمل على خير يا رب. جميل جدا. حمادة هلال، آخر سؤال. حمادة هلال، هل سنرى هلال المنتخب المصري في سماء الكرة الإفريقية مساء الأحد؟ احنا كلنا بنتمنى طبعا، ويا رب، وإن شاء الله احنا متفائلين خير، وإن شاء الله يعني دعوات. ابتسمت فيها الأقدار للكرة المصرية، وحقق المنتخب الوطني فوزا ساحقا برباعية نظيفة على المنتخب الجزائري. تحولت شوارع مدينة القاهرة إلى مسرح كبير وقف عليه الآلاف من المصريين يعبرون عن فرحتهم بتخطي عقبة الجزائر والوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم بأنجولا. بقول ألف مبروك لجماهير مصر كلها، لأن فعلا ولادنا يعني ولاعبتنا حققوا اللي احنا كنا طالبينه من الماتش اللي فات، ان احنا نقابل الجزائر، والحمد لله ان احنا قابلنا الجزائر وثبتنا ان احنا فعلا جديرين بان احنا ابطال افريقيا فعلا. وكان نفسي فعلا نقول ان احنا نروح كاس العالم، لكن ربنا ما كانش رايد، واحنا النهارده بنقول الحمد لله خدنا طرنا. احنا كده الفراعنه كسبنا الجزائر وخدنا الحق والحق رجع لنا. مبروك للمصريين، والحمد لله ان احنا اثبتنا مين هو المصري، مش هقول اكتر من كده. الف مبروك، وعشان يتثبت ان احنا اتظلمنا في الماتش اللي قبل كده. صراحه يعني فوز جميل جدا جدا، واهم حاجه ان احنا اثبتنا لهم ان احنا اقوى منهم. الفرحة المصرية استمرت حتى الصباح، وكأن الجماهير لا تريد أن تستفيق من حلم ظل يراودهم منذ الخروج من تصفيات كأس العالم في موقعة الخرطوم. كنا ان شاء الله في النهائي، لان الشعب المصري يستاهل الفرحه، ربنا يكرمه. كده بنبارك لمنتخب مصر وطبعا احنا كلنا ثقه في الكابتن حسن شحاته، وكده طبعا احنا عرفنا العالم كله مين منتخب مصر. لشعب مصر كله مبروك. احنا النهارده عملنا اداء عالي ونتيجه عاليه بنثبت بيها ان احنا فرقه كوره، فرقه محترمه، بنلعب في ظروف طبيعيه بنأدي وبنفوز. فألف مبروك للشعب المصري. ألف مبروك لمصر. هم ربنا اداهم ودخلوا كاس العالم، وقف جنبهم في الماتش الاولاني، واحنا ربنا واقف جنبنا في الماتش الثاني. كلنا اخوات وكلنا عرب، وربنا وفقنا والحمد لله. الماتش كله رد اعتبار في كل حاجه، رد اعتبار لمصر في كل حاجه. النهارده وضحنا ليهم ان احنا الفراعنه، وان احنا نستحق ان احنا نروح كاس العالم. الف شكر لحسن شحاته، الف شكر للاعبين، الف شكر للجماهير المصريه ولدعوات المصريين كلهم. مبروك مبروك. سر الفرحة الغامرة للمصريين يكمن في كون الفوز رباعيا كبيرا وبأداء رائع وإصرار عظيم يأخذ الفريق لطريق اللقب السابع. إذا كانت الجماهير المصرية قد سهرت حتى الصباح وملأت الشوارع بالآلاف احتفالا بالفوز على الجزائر والوصول إلى المباراة النهائية، فماذا سيحدث إذا فاز المنتخب المصري بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي؟ جمال هليل، الجزيرة الرياضية، القاهرة. وتلك هي الأماني، أن يكون الفراعنة في الموعد ولقب ثالث على التوالي من خلال نهائيات أفريقيا.
عاطف وحب كبيرين مباراة منتخب بلادهم ضد الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. أكثر من 500 مصري بينهم لبنانيون احتشدوا في مكان ضاق بهم وتحول إلى مدرج مطل على ملعب أمباكا أو بالأحرى ملعب الجزيرة الرياضية، حيث اللقاء المنتظر أو اللقاء الثأري واستعادة الحق كما سماه المشجعون. فرحة ما بعدها فرحة، ديت كان ماتش الطار بيننا وبين الجزائر. أنا مش عارف أقول لك شو شعوري، لأن أنا أسعد إنسان في العالم، وربنا نصر، رب العالمين نصر منتخب الساجدين، وصلى على النبي صلى على النبي. الجالية المصرية تعد بالآلاف في لبنان، استنفرت جميعها لمتابعة المباراة وتوزعت في المناطق اللبنانية على المقاهي وفي الساحات وحتى في الزواريب الضيقة متابعة للقاء. وارتفعت أصوات المشجعين مع كل هجمة أو فرصة خطرة لتلتهب الحناجر مع ضربة الجزاء وتنفجر صراخا وتشجيعا ورقصا مع هدف المباراة الأول. الجون بيجي في أقل من ثانية، فإحنا برضو جايبين 1-0 وإن شاء الله متأهلين. وإحنا بنسجل معك بين الشوطين، وإحنا بإذن الله ضامنين الفوز بإذن الله، لأن ده وضعنا الطبيعي مصر. فرحة المصريين تواصلت مع بداية الشوط الثاني، حيث التحق بالحضور مجموعات أخرى لتواكب الفرحة والاحتفال مع كل هدف جديد، وليشهد المكان مع صافرة النهاية احتفالات ورقصات خاصة إضافة إلى أناشيد وموشحات تشجيعية. أمسية كروية فرحة عاشتها الجالية المصرية هنا في لبنان وكأنها في مصر. أمسية تلاقت فيها الفرحة بالترشح إلى المباراة النهائية